لو جالك دور اثاره دور اثاره. تعمليه؟ انا اقول لحضرتك حاجه يا استاذ خالد. اه في بدايه حياتي الفنيه جالي ادوار كتير وهقولهم لك بالاسم. تمام. المزاج مع الفنانه العظيمه مديحه كامل، استاذ علي عبد الخالق. اه كنت هموت واشتغل معاها، بس الدور كان فيه اثاره، اه لان احنا طبعا هو سجن وبتاع والدور اللي يمكن لاول مره تعرف دينا مم. عبد الله اللي عملته مكاني. اه وفي مشاهد بقى اتقصت، في مشاهد ما اتعملتش انا ما اعرفش. مم. ولكن اول مره حتى دينا لو شافت اللقاء ده تعرف ان انا كنت مرشحه للدور ده. استاذ ابراهيم شوقي هو اللي كلمني، ورحت قابلت الاستاذ علي عبد الخالق وقعدنا مع بعض، لدرجه ان الاستاذ ابراهيم شوقي قال لي هيفوتك نص عمرك. فرديت عليه قلت له هلحق النص التاني. اه ده كان ردي عليه. ورفضتي؟ وقلت له طب خف لي شويه الاثاره مم. عشان انا اقدر اعمله. كان استاذ احمد بدير اللي هو السجين اللي بيحبها البنت اللي في الجامعه الامريكيه. اقسم بالله العظيم الدور ده اتعرض عليا وما قدرتش اعمله. ورفضتيه؟ زوجة محرمة مع الأستاذة سهير رمزي والأستاذ فاروق الفيشاوي. كان الأستاذ عادل حسني. ورحت وقعدت وما اختلفناش ماديا ولا أي حاجة. لقيت الدور هي البطولة الثانية، أقسم بالله العظيم مايوهات بقى وبتاع. قلت له مش هقدر، أنا آسفة والله ما هقدر. فعلا ما عملتش الدور.